السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ميركاتو ناري لكبار أندية البريمير ليج، الجميع يحلم بالبطولات. مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية بدأت أندية الدوري الإنجليزي عملية تعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين في العالم من أجل القدرة على المنافسة سواء في البطولات المحلية أو القارية، خصوصا مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. بدأ مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع البرازيلي سافينيو نجم توروا الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، كما رحل العديد من اللاعبين عن صفوف السيتيزنز في الميركاتو الجاري، ويتصدرهم تايلور هارود بيليس الذي اشترى عقده ساوثهامبتون مقابل 23 مليون يورو، وتومي دويل إلى ويلفرهامبتون مقابل 5 ملايين يورو، وسيرجيو جوميز إلى ريال سويسداد مقابل 9 ملايين يورو. الميركاتو في ليفربول لم يحسم ليفربول أي صفقة جديدة بصفقة رسمية حتى الآن، لكنه يراقب الهولندي أرلين سلوت المدير الفني الجديد للريدز خلفا للألماني يورجن كلوب الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الماضي لقضاء فترة من الراحة. عدة أسماء من أجل التعاقد معها منها كريسينسيو لاعب ليدز يونايتد، وجون باكيوكو جناح ايندهوفن، وتيون لاعب أتلانتا. ورحل عن صفوف الفريق الإنجليزي في الميركاتو الجاري العديد من اللاعبين مثل تياغو الكانتارا بنهاية عقده، وكذلك الحال مع المدافع الكاميروني جويل ماتيب الذي انتهى عقده هو الآخر، وكالفين رامسي إلى نادي ويجان إعارة، وأدريان إلى فريق بيتيس في صفقة انتقال حر. صفقات أرسنال: نجح الفريق الأول بنادي أرسنال بقيادة المدير الفني للفريق ميكيل أرتيتا في التعاقد مع الحارس ديفيد رايا بشكل دائم من صفوف برينتفورد ليصبح أول صفقات الجنارز الرسمية في الانتقالات الصيفية الجارية. كما رحل 5 لاعبين عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي، 3 منهم لنهاية عقودهم، وهم النجم المصري محمد النني وسيدريك سواريز وآرتو أوكوكو. كما انتقل ألبرت سامبي إلى فريق إشبيليا إعارة، ونونو تافاريز إلى لاتسيو إعارة هو الآخر. سوق الانتقالات في مانشستر يونايتد: دخل نادي مانشستر يونايتد سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقيادة إيريك تين هاج المدير الفني للفريق بالتعاقد مع ليني يورو لاعب ليل الفرنسي مقابل 62 مليون يورو، وجوشوا كيزي نجم فريق بولونيا الإيطالي مقابل 42 مليون يورو. وغادر صفوفه العديد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي، 3 منهم لنهاية عقودهم، وهم أنتوني مارسيال وبراندو ويليامز ورافائيل فاران. كما انتقل ألفارو كاريرا إلى نادي بنفيكا مقابل 6 ملايين يورو، وماسون جيريندو إلى مارسيليا مقابل 26 مليون يورو، والمغربي سفيان أمرابط إلى فورنتينا انتهى إعارة. صفقات تشيلسي: بدأ الفريق الأول بنادي تشيلسي فترة الانتقالات الصيفية بقوة وتعاقد مع 5 لاعبين، هم توسين لاعب فولهام انتقال حر، وأوماري نجم أستون فيلا مقابل 22 مليون يورو ونصف، ومارك جويو من برشلونة مقابل 6 ملايين يورو، وكيرينان لاعب فريق ليستر سيتي مقابل 35 مليون يورو فاصل 4، ورينا توفيغا لاعب فريق بازل مقابل 14 مليون يورو. ودع صفوفه مجموعة من اللاعبين، هم لويس هال إلى نيوكاسل مقابل 32 مليون يورو ونصف، وتياغو سيلفا إلى فولومينينسي انتقال حر، وإيان ماتسين إلى أستون فيلا مقابل 44 مليون يورو ونصف، وحكيم زياش إلى غلطة سراي انتقال حر، وأوماري مقابل 53 مليون يورو ونصف. برأيكم من سيحقق لقب البريمير ليج؟ هل فريق مانشستر سيتي للمرة الخامسة على التوالي، أم الجنارز، أم الريدز، أم مانشستر يونايتد، أم تشيلسي، أم فريق لم نذكره في هذا الفيديو؟ وتوقعاتكم في التعليقات. أتمنى منكم دعمنا في الاشتراك في السوبر ثانكس أو في سوبر شات أو في الملصقات العجيبة أو الانضمام إلى العضوية. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.